قوم دلوقتي. النهارده يوم الجمعة، عارف يعني ايه يوم الجمعة؟ يوم جديد، مش بس يوم راحة، لا 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 لا، ده يوم تعيد ترتيب اسبوعك كله. الاسبوع اتأخرت، أجلت، عادي. النهارده عندك فرصة تبتدي من جديد، فرصة حقيقية ترتب فيها كل حاجة. ابدأ بنفسك. أقولك حاجة، يلا بينا نجيب كوباية قهوة، ولا ممكن نستنى شوية عليها ونجيب المصحف نقرأ القرآن؟ مش قادر؟ مكسل؟ لا القهوة، لا 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 لا، هقولك قوم اقرأ حتى لو صفحة، بس اقرأها بقلبك، مش كأنك بتقرأ أي كتاب. حاسس بكسل؟ قوم غصب عنك وتحدى كسلك. مش عارف تبدأ منين؟ برضك ده أنسب وقت، يوم راحتك، يوم أجازتك، ويوم بديته بالقرآن وبالروحانيات. راجع نفسك الأسبوع اللي فات، امتى كنت كويس؟ امتى كنت عايزة اشتغل على نقاط الضعف اللي عندي وبقى أحسن؟ ولازم أكون أحسن. راجع نفسك، أنا جيت على حد الأسبوع اللي فات وظلمته ولا لأ؟ امتى هتقول لنفسك كفاية، أنا استاهل أحسن من كده؟ خلي يوم الجمعة ده ما يكونش يوم عادي عدى كأنه يوم زي أي يوم، لا، خليه بداية لتغييرك. أنا عارفة إن أنت مش هتقدر تغير الدنيا كلها، حتى غير ولو جزء صغير. قوم دلوقتي، قوم اقف قدام المراية وقول لنفسك كده، أنا أقدر، النهاردة يومي، النهاردة تغييري. صباحكم مليان طاقة، صباحكم مليان قوة، صباحكم مليان ابتسامة جميلة، صباح دايما ما يتنسيش من نجاح وطاقة وفرح. ربنا يجعل أيامكم كلها سعيدة، أشوفكم على خير.